يا رجاله عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ادم ابراهيم وفيديو جديد. فيديو النهارده اتمنى تسمعوا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه وتفهموا كل اللي انا عايز اقوله لك. اقسم بالله، انا ما طالع عايز اي حاجه منك. انا ولا عندي كورس اونلاين، ولا بقول لك تعالى اشترك معايا بدي فيزياء او كيمياء او احياء. انا طالب كنت زيك، تمام؟ حتى مش بستغلك في مشاهدات، انا كل اللي عاملهم 15 فيديو. كل اللي انا عايز اقوله لك وعايزك تفهمه ان انت مجرد رقم عند مدرسين الاونلاين، سواء كنت على المنصه، سواء كنت مجرد مشترك على قناه على اليوتيوب، سواء بقى في جدولهم، في اماكنهم، في فلوسهم. ربنا يزيدهم اكتر واكتر. بس انا جاي اديك انت نصيحه وعايزك تفهمها. انا مش هجيب سيره اي حد خالص، وبس لو في دماغك جه على من مجرد الكلام شخص، فافهم ان كده فكرته وصلت. تمام. خلينا نبدا، وباذن الله في اخر الحلقه عشان ما اطولش عليك هتكون فهمت كل حاجه. ولو انت بتذاكر دلوقتي انصحك تقفل الفيديو وتكمل مذاكره وترجع في اي وقت انت فاضي فيه. اول حاجه عايزك تفهمها ان المدرسين بقت بالنسبه لهم ثانويه عامه، والطلاب مجرد بيزنس. بقيت بتلاقي اعلانات كتير، ناس بتعيط في لايفات، ناس مش عارف بتعمل ايه، ناس بتعمل ايه، ناس بتضحك، ناس بتسف whatever. اللي انا عايزك تفهمه ان مش دي ثانويه عامه. مش المحاضره اللي بتكون 8 ساعات و9 ساعات هي دي اللي هتخليك تحل في الامتحان. انا بس في كذا حاجه عايز اقولها. من امتى وليالي الامتحان بتعمل لها لايفات 8 ساعات، واللايفات فيها مسابقات من امتى وانا قاعد بشرح في اللايف اقول يا محمد ويا احمد ويا عمر؟ مش فاهم. انت عايز تقنعني انك بعد ما تخلص الثمان والتسع ساعات دول هتحل بكره في الامتحان؟ مستحيل. وترجع في الاخر لما ما تجيبش درجه كويسه تتكلم او تقول. بص هقول لك على حاجه، مدرسين الاونلاين كده كده هيطلع من عندهم اوائل، لان هي المنصه ما شاء الله بيكون مثلا عليها عدد، خلينا نقول 60,000 بس. تمام، 60,000 اكيد اكيد هيطلع منه حد من عنده اوائل الجمهوريه. هو لو اشترك معاه اسبوع بس بينزل اسمه، هو بيخش يشوف ده اشترك معاه ان شاء الله ساعه هينزل اسمه. تمام، ودي دعايه. تمام. برضو الطلاب اللي انا بشوفهم المحتوى التحفيزي، والاقي طالب في كليه طب بيديك كورس احياء. احياء ايه؟ هو اصلا مش عارف ينجح في جراحه عنده في الكليه، بيشرح لك انت احياء بتاع ايه؟ ده اكبر منك بسنه. هو عشان دخل كليه طب بقى يقدر يشرح لك، والتاني مثلا خريج كليه صيدله بيشرح لك فيزياء ولا كيمياء؟ يا جدعان فوق يا جدعان. انت لو واحد جنب البيت عندك، تمام، بيشرح لك، تمام، احسن من مليون واحد شبهه. مش ده معناه ان انا بنتقدهم او انت ما تاخدش اونلاين معاهم. انا مش عايزك اللي هو مجرد صيت فانت تمشي ورا ده، لان انا بقيت بشوف طلاب مثلا تكون في تانية ثانوي، هو بيشوف مثلا مدرس فلان حوت الكيمياء وحش الفيزياء، تمام، ان ده الناس بتروح عنده السنه اللي قبل كده وهو معروف ومشهور، بيبقى متارجت اصلا اللي هو لما هيوصل تالتة ثانوي هو هيروح عند ده. هل هو سمع شرحه؟ هل هو جرب يشوف هو بيحل ازاي ويقدر يحل معاه؟ مش دايما الغلط يكون منك انت. مش عشان في فئه بتفهم من ده وانت ما بتفهمش يبقى انت لازم تكمل وتستمر معاه لان الغلط منك. لا، الغلط مش منك ولا الغلط منه يا عم. هو الله يزيده في فلوسه ودنيته، بس انا عايزك تراعي وقتك، تراعي فلوس اهلك، تراعي مجهودك. لان انت لما هتتفرج على محاضرة يا عم 8 ساعات، اديني انت عقلك انك هتكون فايق انك تذاكر ساعة واحدة. انت بتضحك على مين؟ على نفسك ولا بتضحك على اهلك ولا بتضحك على ايه؟ وتلاقي في الاخر الناس جايبة، تلاقي دايما التريقة بتاعت ال30 من 60، وتلاقي الناس اللي هي بتقول لك 60%. انت هتجيب كده. ما انت ما ذاكرتش. هو من امتى ولا انا اتفرج على محاضره دي بقت مذاكره؟ دي مش مذاكره والله. ما هو ده 4 وده 5 وده 6 وده، والتاني اللي في المحاضره عمال يقول لك اصل انا جايب 99.9 من 10 في ثانويه عامه ودخلت كليه طب. ايه يا عم؟ ايه؟ واللي التاني بيقول شعر إيه يا جدعان؟ هي دي بقت ثانويه عامه بجد. من اول ما ظهر حاجه اسمها منصات، ومن ساعه النظام الجديد وانا بقيت بشوف كله بيزايد على كله، بقى اي حد بيشرح اي حاجه. حد مثلا عمل قناه يوتيوب زي ما انا مثلا عامل بكلمك اهو، تلاقيني بعد يومين بقول لك تعالى خد معايا فيزياء. على فكره انا قادر ان انا اعمل ده لان انا اكبر منك، تمام، وانا واخد الحاجه دي واقدر اشرحها لك على فكره. بس قدام ربنا انا اللي انا بعمله ده غلط. انا مش هقدر فعلا اوصل لك. انا بضحك، بص من الاخر بضحك عليك، انا مش هقدر اوصلها لك. تمام. ومش معنى كده بقول لك انك ما تاخدش مع حد اونلاين وتنزل تلف في الدروس وتتعب نفسك وتاخد في ال4 ساعات، مش قصدي كده.
انا قصدي انك تروح عند الحد اللي هو فعلا انت بتفهم منه، وما تمشيش ورا الزيطه والتطبيل والمش عارف ايه، واحنا من طلاب مدرس كذا واحنا طلاب كذا. والله كلها بقت شو، كلها بقت بيزنس، تمام. والناس كلها اللي بقت بتكتب على الفيسبوك ده انا كنت مع كذا ومع كذا وجبت كذا، والناس اللي بتكتب في الكومنتات، انا ما ذكرتش اسم مدرس واحد اهو ولا واحد، بس انا متاكد ان في مليون شخص جه في دماغك. والناس بتاعت تيك توك اللي هو بيتصور لك بالسكراب في كليه الطب وانت تقدر، واغنيه مش عارف ايه ده، انت تقدر وتكسر الدنيا. يا عم والله ما هتجيب مجموع، صدقني اقسم بالله ما هتجيب، والله ما هتجيب. اللي بيجيب معاهم ده بيبقى اقسم بالله ضغط نفسه، يعني مش عارف. هو انا مش قصدي المدرسين الاونلاين برضو وحشين، انا عايزك تراعي ضميرك وتراعي مقدرتك انت. هل انت بتفهم من الشخص ده؟ هل بيضيع لك وقتك؟ يا عم انت عندك فيزياء وعندك كيمياء وعندك احياء وعندك عربي، لما كل واحد ياخد من وقتك ده انت هتذاكر امتى؟ هو انت من امتى وانك تتفرج على المحاضره وتقعد تكتب وراها انت كده ذاكرت؟ والله انت كده ما ذاكرت، ولا دي ثانويه عامه، ولا ده الامتحان بيجي في مستوى الحاجه اللي انت بتعملها دي. عشان كده تلاقي طالب كان شاطر، بص تلاقيه مثلا جايب 50%، 55%. ما هو ضيع وقته وما عملش حاجه. وايه اللايفات وايه الدنيا بقى، كله بصراحه بقت يعني هكس في هكس، تمام. والوحيد اللي بيضيع في كل ده هو انت ووقتك وفلوس اهلك. يعني راعي اهلك، واتمنى تتقبل مني الكلام، لان انا ولا بعمل دعايه لحد من ايام حتى ما كنت بجيب مشاهدات كتيره، ولا عمري قبلت ان انا اعمل دعايه لحد، ولا اللي انا عندي كورس وبقول لك تعالى معايا، ولا اللي انا بقول لك تحفيز ان الدنيا سهله وان انت في يومين تقدر تلم الدنيا، تمام. انا دايما في الفيديوهات القديمه لو تقدر تروح تتفرج عليها تلاقيني دايما كنت بقول لك ان انت تستغل وقتك صح، وان انت كان بيبقى ال 20 يوم دول تقدر تستغلهم كده، مش ان انت تضيع وقتك في انك تتفرج على كل حاجه. وعشان خاطري بلاش الناس اللي بتعمل، عشان دي بقيت بشوفها كتير، الناس اللي بقت بتعمل تسويق قوي للحاجه بتاعتها، بقيت انت مشتت. يعني انت بقيت بتشوف ده مثلا واحد بيشرح انجليزي، بقيت بتحط فلوس هنا بس عشان تبقى لامم الدنيا كلها. يعني تلاقي واحد بيشرح انجليزي وانت اصلا بتنزل دارس انجليزي وانت مشترك في منصه انجليزي، لقيت طالب مثلا في كليه كذا بيقول لك ده انا كنت بعمل كذا وعندي كورس، تلاقيك دفعت برده معاه. انت عايز تلم الدنيا كلها لان انت فاكر لما هتعمل كده انت هتجيب مجموع، والله ما هتجيب مجموع. انت ضيعت وقتك، انت اصلا ولا بتتفرج على ده ولا بتتفرج على ده ولا بتتفرج على ده، انت دبانه رخمه، انت حرفيا ولا بقيت بتتفرج على ده ولا بتتفرج على ده ولا على ده، انت ضيعت كل وقتك وقعدت، تمام. وبقيت مشتت، وبقيت شايف كمان ان بقيت في ناس سابقاك. انت بقيت تشوف بقى الناس اللي سابقاك دي بجد، اللي هي الناس بقى اللي التزمت وبقت ماشيه في مسار واحد، وبقت شايفه هي بتعمل ايه ومرتبه وقتها صح. لان هي مش بكثره المدرسين، مش خمس مدرسين في ماده اللي يخلوك تقفل الماده دي، هو شخص واحد بس كافي بتفهم منه، بتحل وراه، مراعي ضميره في شرحه، وانت مراعي ضميرك وراضي عن اللي انت بتعمله، صدقني هتوصل اللي انت عاوزه. اتمنى اكون فهمتك. الفيديو طويل وكله لك، بس اتمنى تطلع منه لو بمعلومه واحده، تمام. واتمنى تاخده كده على ان الدنيا لذيذه، وانا طالب والله زيك، تمام. انا كنت في ثانويه عامه من 3 سنين، انا دفعه 2022، تمام. يعني السنه دي هيكون عدى 4 سنين، انا اصلا هتخرج السنه دي، تمام. بس ده الفيديو، انا عارف ان الفيديو طويل، بس اتمنى تفهم الفكره وتمشي صح وتفكر في نفسك واهلك وتفكر في وقتك وبس. اتمنى اشوفكم الفيديو الجاي، واي حاجه اكتبوها لي تحت في الكومنتات. وانا والله ولا بسيء لاي حد ولا اقصد اي حد بكلامي، تمام. بس معنى ان جه حد في عقلك من كلامي فمعناه ان كلامي صح، تمام. فانا عايزك بس من كل ده، تمام، تاخد الحاجات اللي هتفيد وبس. ربنا يوفقكم وتوصلوا اللي انتوا عايزينه، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.